الأستاذ العثماني، الزواج كان بعد التخرج مباشرة أو قبيله تقريبا في 87. نعم. إذا غادي نرجعوا، غادي نمشيو معك للرباط إن شاء الله. وأنا ذاك عاود غادي نشوفوا الأسرة والعائلة والحياة الأسرية. والدكتور سعد الدين العثماني متزوج وأب ل3 أبناء، خولة، نجم الدين ومروة. نزوره في بيته في غياب الابن المتواجد خارج أرض الوطن للدراسة. أستاذ العثماني، كما علمت أن الزوجة هي أمازيغية، فسؤالي الأول، واش كانت صدفة اختيار الزوجة أمازيغية ولا يعني كان ضرورة أم صدفة؟ في الحقيقة كان غير صدفة. ما كانش بالي نهائيا حتى تزوجنا عاد عرفت بأنها من أصول أمازيغية. يعني ما كانش أسرة مستوطنة في الدار البيضاء. أنا ماشي من منطقة الآن تعيش في منطقة أمازيغية. نعم. والزواج كان زواج تقليدي ولا نص نص ولا بينهما نص نص؟ بيناتهم نص نص. نعم. سيدة حليمة، انت الزوج ديالك رجل سياسة مفكر، منشغل على البيت، هو في الأسرة مع الأولاد ومع الولد والبنتين، كيف علاقته بهم؟ الدكتور العثماني كما قلت هو يعني إنسان عادي في حياته الشخصية، سواء كزوج أو كأب. والعلاقة ديالو بالأبناء ديالو يعني في الصغر ملي كانوا صغار كانت واحد المساعدة، كانت الانشغالات ديالو لا زالت يعني ماشي كثيرة. كانت واحد النوع من المساعدة، وكان يعني المهم كنا كنتقاسموا المسائل كاملة اللي متعلقة يعني الدكتور العثماني كيعاون في البيت. نعم. هو ما عندوش مشكل. ربما من الازواج القلائل اللي ما عندهمش ديك الفكره ديال انه يعني الراجل راه ما خصوش يعاون المراه. لا، ما عندوش الفكره، لا ما عندوش هذه الفكره نهائيا. في التربيه ديالو كاين البنتين والولد ما شاء الله. واش كاين اختلاف في التربيه في علاقتهم به؟ هل يفضل كالزوج المغربي اللي بصفه عامه كنشوفهم كيفضلوا الاولاد على البنات؟ لا ما كانتش هذه العقليه نهائيا. هو بالعكس، البنت الكبرى ربما حظات بواحد المكانه خاصه اكثر من الاخرين. غادي نعطيو الكلمه للبنات دابا نسمعوهم. خوله، مروه. خوله، معناني انا البنت الاولى كان ملي كنت صغيره زعما عندي بزاف ديال الذكريات مع بابا. كان كيلعب معايا، كان كيعاوني في الدراسه، يعني عندي بزاف ديال الذكريات. ديك الساعات ما كانش مشغول بزاف، ولكن من بعد ملي جا نجم الدين ومروه كان ديك الساعات شويه بدا دخل في السياسه وداك الشيء. كيف ديما عندي انا وياه واحد العلاقه شويه زعما مقاربين. ما كانش الاب اللي صعيب، الاب اللي واعر. لا ملي كيدخل كيخلعكم؟ لا بالعكس، يدخل خص كلشي يسكت. لا بالعكس، كان بابا ملي كيدخل في الباب كنمشي كنجري عنده. يعني كانت العلاقه. والاخوات ديال الاخوان ديالك بجوج، يعني خوك واختك نفس الشيء؟ حتى هما حتى ملي دخل السياسه وداك الشيء وتشغل بقى هو واخا كيكون مشغول، ملي كيرجع للدار ديما كيسول كل واحد فينا شنو درتي في قرايتك، فينا غادي شنو غدير هنايا. ديما متابعنا خطوه بخطوه في كل شيء. مروه شنو؟ نفس الشيء. خذي بسم الله. كما عرفت بأنك أمازيغية من أصول ديال الأطلس. نعم. وهو من سوس. في العادات والتقاليد وحنا كنعرفوا ان الاسره المغربيه كاين عندنا العيد الكبير، عندنا رمضان، عندنا عادات وتقاليد. شنو كديري ايهما تفضلين؟ حنا في الحقيقه واخا الاصول ديالنا من منطقه ازيلال، ولكن الوالد ديالي الله يرحمه كبر في الدار البيضاء. يعني احنا خدينا العادات ديال الدار البيضاء. نعم. ولكن ملي تزوجت يعني ما كنتش كنعرف الامازيغيه، تعلمت بعض الامور، كنفهم دابا بزاف ديال الامور لانه هما في البيت كيتكلموا بالامازيغيه. الامازيغيه في الاسره ديالهم. والعادات تقريبا كلها ديال سوس، لان حنا عندنا العادات ديال الدار البيضاء. ما كتحاولي تشوفي شنو العادات اللي كاين عادات اللي عجباتني واللي انسجمت معاها.
يعني وكديريها في كنديرها خاصة في المناسبات في الأعياد، لأن أغلبية مثلا العيد الأضحى كنمشيو لزكان كندوزو تما أغلبية. الأستاذ العثماني هل يدخلك في المجال السياسي وكيدخلك في هذا المخاض وهذه الصراعات هذا المجال هو هم اي مواطن كيف ما بغى يكون. والانسان الا تقاسم في البيت مع واحد الانسان سياسي راه طبيعي يعني كيدخلك في هذه الهموم ديالو. دائما عندنا مناقشات، عندنا شنو طرا شنو ضروري. ما كاينش خصوصيات في الفعل السياسي العام، ما كاينش خصوصيات. الخصوصيات كتكون في امور الخاصه باشخاص او الخاصه بموقع سياسي معين، هذا طبيعي، ولكن هذيك محدوده. نعم. ولكن الباقي طبيعي يكون فيه نقاش عام. نعم. الأستاذ العثماني، أنت التوجه الإسلامي، الحجاب، اللباس، كما لاحظت أن الوالدة عند اللباس التقليدي المغربي بالجلابة والتام كما شفناها في الصور، وكما مشينا للبيت الابناء البنتين والزوجه بالعصري، وانت ايضا باللباس العصري. فهذه المساله ديال اللباس وعلاقته بالتوجه، الانسان ابن بيئته ابن عصره. ما يمكنش الواحد دائما في مجال التقاليد. كاين تطور في المجتمع طبيعي، احنا كنمشيو مع التطور ديال المجتمع. ما يكونش في وسط المجتمع في القرن ال21 نبقاو في جميع المستويات بنفس التقاليد ديال القرن ال20 مثلا. كاين بعض الامور اللي كتغير في المجتمع، ضروري احنا غير ما تكون شي حاجه اللي حرام في الدين. الا ماشي حاجه حرام في الدين راه مرحب بها، اللي كتسهل الحياه اكثر، كتسهل الحركه، كتسهل التواصل، كتسهل التفاهم. هذه كلها بالعكس مفيده وربما ضروريه في الحياه. وإذا كان الدكتور سعد الدين العثماني قد استهوته السياسة منذ سنوات الدراسة الثانوية بتأسيس النقابة الوطنية للتلاميذ، فتحت قبة البرلمان خبر أكثر